السلام عليكم وريدات ديالي، لاباس عليكم؟ بخير، كنترجى من الله سبحانه وتعالى ديما تكونوا على خير وبخير. كيف ما كتشوفوا عندنا نهار جديد، يوميه جديده. ان شاء الله غنبداها بالعجينه هي الاولى. عندي الدقيق د الفرص وعندي الدقيق الكامل، وكندير الخميره، وكندير مع الخميره السكر باش كيتفاعل ليا الخميره والسكر. هنا عندي البذور اللي كندير انا في العجينه. عندي حبوب الشيه، الزنجلان بيض، الزنجلان حمر، والزرارع يعني زريعه القرا وزريعه نوار الشمس. واللي بغى يزيد السانوج يزيدو، غير انا ما كانش عندي. المهم جميع النوافع، والنوافع عندكم محبه حلاوه النافع، المهم اللي بان لكم في الخبز ديروه الا زريعه الكتان، لان ملي كطيب كترجع مسمومه. هنا خلاص كنزيد الخميره البلديه، راه الصوره كتوضح كل شيء. الخميره البلديه، وما كنقيسهاش بالخميره الاخرى باش ما كتضيعليش داك الخميره البلديه، لان الخميره البلديه تبارك الله عندها واحد الفوائد كبيره على الصحه. وكذلك داك النوافع اللي كيعاني من سوء الهضم، مهم كلهم افاده واستفاده. الله زعما ميم هذه مده حنا كنعجنوا بهم، والله العظيم الا عندهم واحد الفوائد كبيره على الصحه. خلاص راكم عارفين كتخلطوا العجينه بالماء وداكشي، هادي راه حاجه كلشي كيعرفها. وبالنسبه للملحه انا ما كنديرهاش في الاول، لان الملحه راه ما كتخليش داك الخميره زعما تعطي داك المفعول ديالها. المهم انا حتى كنخلط العجينه وداكشي عاد كندير الملحه. وفي نفس الوقت داك المليحه كتخلي داك الخبز ما كتبقاش تلصق لك، يعني تبارك الله كتجمع العجينه. ايوا صافي كنبقى هنا علكه ورشه علكه ورشه حتى كنعجن الخبز ديالي حتى كيولي ما شاء الله اسفنجي، يعني تبارك الله كيولي يتجبد غير مع راسو. ايوا صافي هنا كنخلي من بعد ما كنعجنها مزيان كنخليها واحد الفتره ترتاح، عاد كنرجع ليها حتى بحال كنقولوا كتعلك راسها براسها. وممكن غير تخلطي العجين الدقيق تقطعيه من، يعني تخلطي العجينه تقطعيها من الدقيق وتخليها واحد 10 دقائق، وخلاص تكوني رشها بالماء تخليها واحد 10 دقائق. ومن بعد داك 10 دقائق ترتاح عاد ولي عجنيها كتلقايها هي علكت راسها براسها. ايوا هنا كما قلت لكم من بعد ما خليتها ارتاحت صافي كنولي نعلكها. كندير لها واحد تقريبا واحد 2 معالق ديال الزيت، كنديها ونجيبها بين يديا كما كتشوفوا تبارك الله طالقه راسها ما تحتاجش عاد سميتو. صافي كنخليها ترتاح في القصعه، كنخليها تخمر الخمره الاولى في القصعه. وجربوا هذه القضيه ان تخمر لكم خبز في القصعه وعاد طلعوها كتجي شهوه منها ما شهيتكم بها مع داك الزرارع اللي درنا وداك النوافع، خبز كتجي يا سلام. ايوا هنا شكون اللي ما كتعجبوش اللوبيا يا البنات؟ النهار ديال اللوبيا كيكون نهار زوين الصراحه، الله كيكونوا ناشطين وليداتنا، لان اللوبيا شي حاجه زوينه الصراحه. كنحك واحد 2 مطيشات وبصله صغيره، وكندير الزيت. انا الملحه ما كنديرهاش في الاول حتى كطيب ليا اللوبيا، لان اللوبيا الا ما درتيلهاش الملحه من الافضل في الاول. عندي التوابل: الكمون، القرفه، قزبر يابس، فلفل اسود، الخرقوم، سكينجبير والفلفله حمراء. تعاودوا البنات تبقاو طيبوا بالقرفه والقزبر يابس، والقرفه كتعطي واحد الطعم الماكله ما نقول لكمش كيفاش داير. هنا كنوريكم البربره راني كنت سلقتها قبل ما نبدا نعجن، سلقت الكميه كبيره تقريبا راه شي 2 كيلو ديال البربره اللي سلقت باش كنخليها تبرد، باش نديرهم فيها واحد لاصوص. غندير معكم واحد لاصوص اللي كتجي داك البربه ما شهيتكم بها. خلاص هنا كنبقى الطنجره ديالي كتقلى. من بعد ما كتقلى كنزيد المعدنوس، كنخليها تقلى واحد شويه، كنولي نزيد اللوبيا تقلى حتى هي، عاد كنروي بالماء طايب. ملي كنروي بالماء طايب خلاص كنقفل عليها ونخليها حتى كطيب. من بعد ما كطيب غنبقاو في المراحل ان شاء الله، راه الصوره كتوضح كل شيء. خلاص الماء راه كندير الماء الكافي باش ما نوليش نزيدها مره واحده اخرى، يعني الماء ديالها اللي غطيب فيه اللوبيا. الا ما كانتش اللوبيا كطيب راه كتضطري انك تزيدي الماء. هنا غندير معكم واحد الطريقه ديال الترقد الحامض اللي دغيا كتوجد وكتجي زوينه. واش نقول لكم، وهذا الحامض كيعطي واحد المذاق سميتو الطويجنات ديالنا من داك الشرفيع. خلاص كناخذ الحامض
بعدا اولا كناخذ واحد القرعه اللي هي معقمه وكنمسحها وما كنخليش فيها الاثر د الماء. كناخذ الحامض كنغسلو راكم عارفين، كنشفو حتى هو وكنقطعو بهذه الطريقه هذه. من بعد ما كنقطعو كنستفو في القريعه. ملي كتستف في القريعه كنزيدو عليه المليحه. من بعد ما كنزيدو عليه المليحه كنزيدو الماء اللي هو غليان. السر ديالها في داك الماء غليان. هنا كنوريكم بان كنقول لكم ضروري الحامض يكون الجلفه ديالو غليظه باش ما كيكونش مر، لان ملي كتكون الجلفه غليظه كيجي داك المصير ديالنا زويون. بهذه الطريقه كيصلح في البقوله، في الفول مشرمل، كيجي رائع رائع. ما نقولكمش داك الحامض كيفاش كيجي ودغيا كيوجد. و ما نقولكمش يعني عندكم السيمانه كيكون داك الحامض ديالنا واجد. هنا راه كما قلت لكم كنديروا الماء غليان، ولكن ما يكونش عندي قطره الماء في القرعه ولا شي حاجه، يكون داك الماء غليان. من بعد ما كنغطي داك الحامض ديالي بالماء، وممكن ديروا حتى الحامض صاين، يعني تفتحوا غير الحامضه من النص وديروا سميتو وتخويو، ديروا بهذه الطريقه وتخويو عليه الماء طايب والملحه وخلا او هكا، يعني تفلحوه تعمروا فيه الملحه وداك الشيء وتصوبوه. هنايا ضروري ما تزيديش الزيت الروميه باش كتحجبي داك سميتو داك القرعه ما كيبقاش يدخل لها الهواء. وخلاص كندير داك الكاغيط باش كيتزير ليا القريعه وصافي. كنحطها انا سميتو راني وريتكم الطريقه د المصير عندي. هذا راه قديم وهذا عاوتاني ديال العام اللي فات. هذاك بالماء طايب اللي في القرعه مطيتها خضره بالماء طايب، والاخر راه ليه وقيلا شي 3 سنين والله العظيم لا شي 3 سنين. هنا راني فتحت على اللوبيا لقيتها طابت، زدتها واحد معلقه ديال المعجون الطماطم، معلقه كبيره، وزدتها المساند الرسمي اللي هو الحار اللي كيبقى اختياري. وصدقوني هاد اللوبيا جات من آلة واروع ما يكون. وزدت المعدنوس، واحد مقياس ديال المعدنوس حتى هو كيزيد واحد الطعم رائع. والمليحه اللي قلت لكم كنديرها حتى الاخر. انا اللوبيا كندير الملحه حتى الاخر. هانتوما طابت ما شاء الله، ما نقولكمش كيفاش جايه غزاله. وصافي غنخليها غير بحال تطلق داك المعجون الطماطم وطيب شويه وصافي، يعني تختار لي شويه. هنا جيت نوريكم بان الباربه قطعتها، والباربه كنسلقوها بالماء في الحد في القد واحد شويه د الملحه. كنعصر عليها العصير البرتقال وعصير الحامض، وكنحك عليها قشره ديال الحامض، وكنزيد السكر اللي حسب الذوق وسميتو وصاشيه زهر البرتقال. هنا كنوريكم الخبز جات غزاله ما شهيتكم بها. ايوا هنا كيف ما كتشوفوا اللوبيا ديالنا جات غزاله. نقول لكم جات معلكه وزوينه. وفي هذا البرد هذا ما صالحين اللوبيا العدس البصاره. الله يدومها نعم علينا يا ربي. وهنا الخبيز ديالي كما كتشوفوا تبارك الله، داك الزراعه كيجيو باينين وزوينين، واخا تاكليها غير حافيه والله العظيم ما تشبعوا منها. وخلاص الباربه حتى هي اللي كدرنا لها داك الصوص، غير جربوها ما ديش ندموا عليها. وبالنسبه للحامض غنخلي لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. ولا وصلتوا حتى لهنا ما تنسونيش بها واحد اللايك وابوني ان شاء الله. الله يسخر فيكم وشكرا بزاف وفي امان الله.